يتخذ لنفسه صاحبة ولا ولدا. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يحول بينه وبين مراده شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلق السماوات والأراضين في 6 أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، إمام الأنبياء، وسيد الناس أجمعين، الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يمسك بيده الشريفة حلقة باب الجنة فيدقدقه فيفتح له، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة الكبرى، إليه يفزع الناس يوم القيامة يستشفعون به، فيقبل على الله تعالى ويشفع لأهل التوحيد لمن مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولن يشفع نبيهم لغير الموحدين. فغير الموحدين لا يجب أن يشفع فيهم بحال من الأحوال. نشهد أن هذا النبي الكريم قد بلغ الرسالة وأدى تمام، ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وأزاح به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم لقائه. أما بعد، أيها الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله التوفيق: لا يفصلنا عن غرة العام الهجري الجديد سوى أيام قلائل. لا يفصلنا عن غرة العام الهجري الجديد، أو لا يفصلنا عن شهر الله المحرم سوى أيام قلائل. وهذا يشعرنا أو يخبرنا بأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مضى عليها 1437 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده 1437 من اللي خلى مكة المكرمة وهاجر إلى المدينة التي شرفها ونورها صلى الله عليه وسلم بمقدمه إليه. نكمل الكلام تاعنا بعد الأذان بمشيئة الله تعالى.
عندنا جمع تبرعات للجمعيه الدينيه لمسجد الرحمه ولايه السباع بلديه كيكبا. النساء يبدأن الآن والرجال يزيدوا شوي. إذا أعود فأقول وبالله التوفيق. مضى على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 1437 سنة. هذا التقويم الهجري أيها السادة الذي اقترحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأمة الإسلام لم تكن تؤرخ قبل ذلك لأحداثها بالتاريخ الهجري. أنا موافقين يتبعوا الأخرين. العرب قديما في الجزيرة العربية كانوا تابعين، بعضهم تابع للروم والبعض الآخر تابع للفرس. يعني احنا تابعين في العصر القديم ولا في العصر الحديث؟ قديما في الجزيرة العربية بعضهم يتبع الإمبراطورية الفارسية والبعض الآخر يتبع الإمبراطورية الرومانية. حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستشار من بقي على قيد الحياة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وشنو كان نعود ونأرخ لأحداث هذه الأمة بالتاريخ الهجري. فوافقه الجمع على ذلك. فهذه الأمة أيها السادة هي أمة التاريخ الهجري وليست أمة التاريخ الميلادي. يجب أن نؤرخ لجميع الأحداث التي تحدث في أوطاننا وأعمارنا بالتاريخ الهجري لا بالميلادي، لسبب بسيط، لأن هذه الأمة أمة الإسلام ولدت وظهرت إلى الوجود في اللحظة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يجب أن يبقى هذا الحدث الذي غير حياة الناس أيها السادة أن يبقى خالدا في أذهاننا وأن نتذكره على الدوام. يجب أن نذكر المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها السادة أوذي كثير. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يدعو الناس إلى نبذ الشرك وتوحيد الله تعالى، فأخرج بسبب ذلك من داره ومدينته إلى مدينة أخرى. والكل يعلم أيها السادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة مكرها ولم يكن مختارا. لذلك حين خرج أيها السادة وقف على جبل من الجبال وهو قاعد يشوف إلى مكة، ثم شرع يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 53 سنة، لأنه قعد في مكة 13 عام وهو يدعو القرشيين إلى توحيد الله تعالى. الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام يعني مدايرين القرشيين حولها 360 صنما تعبد بجوار الكعبة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هؤلاء الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تعالى، فرفض الناس ذلك وأبوا، واجتمعوا في دار الندوة للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأشار أبو جهل عليه من الله ما يستحق، أشار على الجمع بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اقتلوه انتهوا منه. لكن الله جل وعلا أيها السادة أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما يدبر له في دار العلم، فبعث جبريل عليه السلام. جاء جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت في مضجعك، ما تبتش في بلاصتك، لا تبت في مضجعك فإن القوم عازمون على قتلك. وأنزل الله تعالى في هؤلاء الناس قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. أنزل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ليثبتوك يعني يربطوه، يقيدوه، يحبسوه في مكان من الأماكن حتى لا يخرج للناس، حتى لا يحدث الناس، وحتى لا يقرأ على مسامعهم شيئا من القرآن الكريم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقوموا بحبسك في مكان من الأماكن، أو يقتلوك أو يخرجوك، أو يقوموا بقتلك، أو يقوموا بنفيك إلى مكان بعيد. إذن فأنزل الله تعالى في هؤلاء الناس قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الناس يريدون قتله، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عليا أن يبيت مكانه. ثم شوفوا كيف تتفرجوا الفيلم بتاع الرسالة، أحيانا شوفوا هذوك الناس، هذوك الشباب طايرين بالدار تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد شوية يكسروا عليه الباب، ومن بعد شوية يدخلوا عليه فإذا برجل ممدد في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد يكتشفوا بأن هذا الشخص هذا هو علي رضي الله تعالى. لكن الصواب والصحيح أيها السادة أن هؤلاء الشباب لم يلجوا ولم يدخلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدخلوش خلاص. ولذلك أنا أنصح الشباب الأكثر من المسلمين هم قاعدين يديوا الدين نتاعهم من فيلم الرسالة، ويديوا الدين نتاعهم من أفلام شوهت التاريخ وغيرت وزورت الكثير من الحقائق التي جاءت إما في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي يقعد قدام التلفزيون يقعد 3 ساعات وهو يتفرج في فيلم الرسالة. الكثير من المشاهد والكثير من الأمور التي تذاع وتبث في فيلم الرسالة، هذه الأمور هذه ما هي صحيحة خلاص، ما هي صحيحة إطلاقا. كما أكرمكم الله أجلكم الله الرجل الذي وقف في فم الغار، غار ثور اللي تخبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعدين ما يلقوش الإصابة واش يديروا لنا، يوريوا لنا أكرمكم الله راجل وقف في فم الغار وقاعد يقول. تبعوا لي فيلم الرسالة وسترون ذلك. الصحيح أنه هذا المشهد هذا ماهوش موجود خلاص وما صراش إطلاقا. فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أيها السادة أن نأخذ ديننا من الأفلام التي تبث على شاشات التلفزيون، لأن القائمين على إنتاج هذه الأفلام الأكثرية بتاعهم يهود، وما أكثر اليهود في مصر، وما أكثر اليهود في الدول الإسلامية، والكل يعلم أن الإعلام في العالم مسيطرين عليه اليهود. هوليوود ومدريد شانية والبي بي سي والسي ان ان وما سوى ذلك من القنوات التي تقوم ببث الأخبار. هذه أكثرية هذه القنوات قنوات سيطروا عليها اليهود، القنوات الإعلامية والقنوات المالية، البنك الدولي وغيرها من المؤسسات التي تقرض الشعوب بالربا. فديننا أيها السادة لازم نأخذوه من الكتب الصحيحة التي ألفها العلماء الثقات من المؤمنين.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي رضي الله تعالى عنه أن ينام مكانه، والشباب العازمون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم محيطون ببيته صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يتجرؤوا على اقتحام البيت والدخول إليه إلى داخله، لم يتجرؤوا على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والشباب حاملون كل واحد هذا السيف بتاعه في يده ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وبيته. هذه هي الحقيقة، محيطون بالبيت ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، لكنهم لم يرجوا إلى البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي معه في البيت، خرج من البيت والشباب محيطون بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم هاز في يده كبشة تاع التراب وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، الآية التي في سورة ياسين، ومن بينهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه هي الآية التي يقرأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم. عودوا أيها السادة إلى كتب التفاسير، إلى التفاسير التي ألفها العلماء المسلمون. روحوا لهذه الآية الكريمة، شوفوا الشرح بتاع هذه الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وستجدون بأن الكثير من المفسرين يجمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته والشباب محيطون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يحيط السوار بالمعصم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يتلو هذه الآيات أو هذه الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبصره أحد ممن كان واقفا أو محيطا ببيته، خرجوا ما شافوهش إطلاقا. فنثر النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان هز الكبشة بتاع التراب في يده، فنثر النبي صلى الله عليه وسلم التراب على رؤوسه، نثر التراب على رؤوسه وهو يقرأ الآية الكريمة فلم يشاهده أحد. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، لأن أبو بكر كان عقل باش يهاجر مع من هاجر من المسلمين إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظره، قال له استنى شوية ما تروحش. إذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من بيته إلى أبي بكر وأبو بكر ينتظره. فركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، الراحلة اللي كان موجهها أبو بكر، لأنه أبو بكر عنده زوج، واحدة لي وواحدة كان موجهها النبي صلى الله عليه وسلم باش يسافر عليه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وطلب منه أن يسافر معه، بكى أبو بكر بكاء شديدا. فقالت لهم عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لهم: أنا ما على باليش باللي ثمة من الناس من يبكي عند الفرح. قالت لهم: أنا ما على باليش باللي اللي يفرح يبكي، حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح لأنه سيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. في الصباح خرج علي رضي الله تعالى عنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم والشباب ينتظرون. الشباب اللي طالع من الكعبة كان يستنى النبي صلى الله عليه وسلم الصباح كي يخرج يتعاونوا فيه ويقتلوه وينتهي الإسلام وتنتهي الدعوة إلى دين الله تعالى، وكل واحد يروح الدار، وكل واحد قد جعل لنفسه صنما في بيته يعبده ويمجده ويعظمه ويقدم له قرابين، خلاص وينتهي الإسلام. فإذا بالخارج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله تعالى
النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر وسافر، فوضع القرشيون حينئذ على كل طريق من الطرق المؤدية إلى الأماكن المجاورة بمكة، وضعوا على كل طريق رجالا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إلى غار ثور، إلى غار ثور. وهذا الغار، هذا غار ثور متواجد في الطريق التي المؤدية إلى اليمن. يعني كيف خرج ما مشاش مع الطريق اللي تدي المدينة المنورة، مشى مع الطريق اللي تدي لليمن باش ما يفيقوش به خلاص. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في غار ثور مع صاحبه وصديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قعد 3 أيام، قعد 3 أيام وهو في غار حراء. يأتيه عبد الله بن أبي بكر بأخبار مكة. يعني عبد الله يجيه في الليل يبات عندهم هو أبو بكر في الغار، والصباح مع صلاة الصبح يمر من ثم يهبط مكة، يدور في مكة النهار كامل، والعشية يجيهم بأخبار مكة، يجيب لهم أخبار وش يدور في مكة. وتجيهم كذلك تجيهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، تجيب لهم المكة. وأما الراعي بتاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه عامر بن فهيرة عنده صرعوبة. الناس كانوا مخلخين، كانوا يخمنوا يعني كي يخرج عبد الله الصباح الجرة نتاعو تبان في الطراب، المالا لازم الصباح هو كي يهبط مكة عامر بن أبي فهيرة يطلق الصرعوبة نتاعو، يطلع ويعقب على يمشي على الطريق اللي يمشي عليها عبد الله بن أبي بكر، باش الجرة نتاعو تروح خلاص مش واحد بيه. وكي يلحق للفم نتاع الغار يستنى شويه، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحلب النعجات، يشربوا الحليب، ويمشي عامر بن ابي فهيرة يروح للجبل يصلح على الارض. فمكث 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع رجل من المشركين يسمى عبد الله بن قريكك. هذا رجل مشرك بصح الخدمه نتاعو واش يعرف طرقك، يعرف طرقك. كما يقولوا العلماء تاع السيره يقولوا وكان الرجل هاديا خريجا، يعني ماهرا يعرف الطرق المؤديه الى الاماكن المجاوره. فتفاهم مع هذا الرجل هذا، وقال له بعد 3 أيام قلت لك انا وياك باش تديني المدينه المنوره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الطريق المؤديه الى باش تديني المدينه المنوره. فجاءه الرجل ولا بأس كما يقول العلماء، ولا بأس ولا حرج في الاستعانة بمشرك. إذا كان هذا المشرك هذا نقول له احنا يا خبير والله عالم في مجال من المجالات، ما عندناش مشكل كي نجيبوا هذا الخبير هذا ونستفادوا من الخبرة نتاعو في مجال من المجالات، وكي يعود عايش عندنا في الدولة نتاعنا فهذا رجل مؤتمن ائتمنه المسلمون على أمواله ودمائه، فلا يحق لأحد من المسلمين أن يأخذ ماله أو يقتله بحال من الأحوال. جابوا الحاكم ودخلوا للجزائر، وإن كان الجوار ولا الأوروبيين عايشين يسرحون ويمرحون في البلدان الإسلامية كما يشاءون، ويعيدون في الأرض فسادا كما يشاءون. يعيدون في الأرض فسادا. مؤخرا ماشي يكتبوا على واحد الأوروبي كان عايش في عنابة وكان داير شبكة كبيرة تاع الدعارة أكرمكم الله يتاجر ببنات الجزائر، ببنات المسلمين. وافتضح أمره. كان على بالنا الكثير من المسؤولين متورطين في المجال هذا، يعني وجدوا له الطريق وخدموا له الكواس، ما ادريتش انا واش وجدوا له كامل باش يخدم هذه الخدمه هذه الراشده. فافتضح امره،
لكن من الناحية الشرعية هذا الكافر هذا إذا كان عنده خبرة في مجال من المجالات كما الشركات الأوروبية اللي يجيبوها باش تنقب على الآبار نتاع البترول في الصحراء. وكان احنا عندنا المهندسين تاعنا كما كنت نقول لواحد السيد هذاك النهار، قلت له احنا عندنا المهندسين تاعنا، عندنا عرام نتاع المهندسين اللي تخرجوا من المعهد نتاع البترول في بومرداس والله في حاسين سعود والله في حاسين بحبح والله في حاسين واحد اخر. عندنا الالاف من المهندسين الجزائريين اللي راهم في الصحراء، بصح في النهايه الابار تاع البترول شكون يحفر فيه؟ يحفر فيه من الاوروبيين، تحفر فيه من الشركه البريطانيه ولا تحفر فيه من الشركه الامريكيه ولا تحفر فيه من الشركه الفرنسيه. هما المهندسين تاعنا واش يديروا؟ المهندسين تاعنا يعيشوا مليح، يدوجوا بسعيده ويسلكوا مليح. وحنا لو كان نصيبوا كامل الشعب الجزائري وكان يصيب كامل يخدم في الصحراء. الناس كل قاعده تشوف في الصحراء البقره التي لا ينضب حليبها. الناس كل شاتين يخدموا في الصحراء وشاتين الكل يدير 12 ولا 14 مليون وقاعدين ما يديروا والو. علاش رانا نكونوا هاد المهندسين هادو؟ وعلاش رانا نخرجوا في المهندسين هادو طالما انه المهندس هذا كيروح للصحراء ما يدير والو؟ باش يدير يراقب في الاوروبيين. الشركات اللي قاعده تحفر في الصحراء كلها اوروبيين، قاعده تدي في 49% وحنا نديو زعما 51% وراح البترول هذا دخل خلاص. البترول اللي كانوا معولين عليه الجزائريين وكانوا عايشين منه وكانوا حتى الزيادات التي تمنح للموظفين للمعلمين ولا حتى للامام ولا الموظف واحد اخر، هذه الزيادات هذه تقتطع من الريع نتاع البترول وتعطى لهؤلاء الموظفين. راح البترول ولات الجزائر في المستقبل راح نعيشوا كما تعيش فرنسا من الضرائب. زيد لهم في المازوت، زيد لهم في التريسيكل، زيد لهم في الليسونس، زيد لهم في حاجه واحده اخرى. يعني حاليا احنا رانا نسلكوا في والله ندعموا المرافق العموميه، المرافق اللي راهي تخدم بلاش وتقدم في خدمات مجانيه في المجتمع. الموظفين هما اللي راهم يسلكوا فيها. أيها السادة، في الحقيقة الإنسان اللي يتمعن في الهجرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها ولا يستنبط منها الكثير من الدروس والكثير من الفوائد العظيمة. ومن هذه الفوائد التي تستنبط من هذه الرحلة العجيبة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الأولى: عندما يعجز المسلم عن إظهار دينه في مكان من الأماكن على وجه المعمورة وممارسة شعائره التعبدية بحرية، يجب أن يهاجر إلى مكان يستطيع أن يفعل فيه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق عليه الكفار في مكة وما قدرش يصلي وما قدرش يمارس الشعائر التعبدية نتاعو بحرية، سافر من مكة إلى المدينة. فكذلك أيها السادة المسلمين اللي راهم عايشين اليوم، عايشين في البلاد الأوروبية، عايشين في فرنسا، عايشين في بريطانيا، عايشين في أماكن أخرى، إذا كان هذا المسلمين هذو ما همش قادرين باش يمارسوا الشعائر التعبدية نتاعهم بحرية، فيجب على هؤلاء المسلمين أن ينصرفوا من هذه البلدان إلى بلدانهم الأصلية، ولا يروحوا إذا كان ما بغاوش يروحوا ديارهم يروحوا على الأقل دولة من الدول التي يستطيع فيها المسلم أن يظهر دينه وأن يمارس شعائره التعبدية بحرية. أما يقعد في دولة من الدول التي تحارب الإسلام وقاعدة تضيق على المسلمين كما راه صاير في فرنسا. فرنسا مؤخرا أغلقت فيها الكثير من المساجد وحكموا عليهم السنة، قالوا لهم ما كانش اللي يذبح الأضحية نتاعو في داره. الناس الكل لازم تذبح، تدي هذه الأضاحي تديها للباطوار وتذبح بالباطوار، ولا ما كانش. وعلاه الباطوار هذا يعني يقدر يستوعب الأعداد الكبيرة من الأضاحي التي تساق إلى هذا المذبح هذا؟ ما كاينش. الكثير من المسلمين ما يدخلوش نهار العيد في فرنسا.
رغم انه الانسان يعني ربي سبحانه عز وجل مداير لنا الاستاذ في العيد الكبير اللي ما يذبحش في نهار الاول يقدر يذبح في نهار ثاني، يذبح في نهار ثالث، يذبح في نهار رابع. لانه احنا عندنا العيد الكبير وعندنا يوم النحر كما يسمى، وعندنا 3 ايام نتاع التشريق مورا العيد الكبير. اللي مش قادر باش يذبح في نهار العيد يذبح في النهار اللي بعده. لكن المسلم في اوروبا وتحديدا في فرنسا ما لقاش راحته، ما لقاش راحته. يحكموها باش الاضحيه تاعو ما يذبحهاش في المطوار ويديها في المطوار. شكون يذبح لها؟ مش هو اللي يذبح. وما دريناش الطريقه التي تذبح بها الاضاحي في المذبح. هل هذا الانسان هذا اللي يذبح يسمي ولا ما يسميش؟ شكون هو؟ يذبح بالتريسيتي يوقفهم هكذا من بعد ينضع على القبله ويجي الموس فايت هكذا على الاضاحي يذبحها كما راهم دايرين للدجاج. الدجاج في الجزائر راهم يذبحوه بالطريقه هذه. ما دريتش انا الموس هذا اللي راهو يذبح للدجاج عطاره يذبح من المكان الذي يجب ان تذبح منه الاضاحي ولا غير كما ولات كما ولات. ساعات تلقى ما دريتش انا الدجاجه حاكمها الموس على النص نتاع راسها، نحلها نص وخلى لها نص. فهذا الامور هذا المذبح الذي تساق اليه الاضاحي باش تتذبح فيه لازم تتوفر فيه مجموعه من الشروط ومجموعه من المواصفات ومجموعه من الضوابط. وهذه الضوابط هذه دارها الشرع، وكما تتوفر في هذه الضوابط لا يجوز ان تساق اليه الاضاحي. ثم كاينه مساله مهمه في قضيه الاضاحي طرحناها العام اللي فات وهضرنا عليها مليح وفصلنا فيها القول، وهي الذبيحه المغلصمه. الذبيحه المغلصمه يعني احنا الذبيحه عندنا النعجه ولا الكبش كي نجيو باش نذبحوه نحطوا الموس تحت الجوزه هذه اللي عنده هنايا، تحت هذه البعباره هذه اللي عنده في ايوه اي هذه البعباره الموجوده في العنق لازم تذبح تحط الموس تحتها. يعني هذه البعباره هذه لازم تطلع تروح مع الراس. فاحيانا الانسان يخطئ ويذبح فوق هذا الجزء. هذه النعجه هذه يسموها الفقهاء المغلصمه. الكثير من الفقهاء يقول لك هذه الذبيحه هذه لا تجوز، يعني مولاها يطنش. انا نقول كثير ومش كل الفقهاء، لانه ثمة من الفقهاء من يجيز يقول لك اذبح الفوق اذبح التحت ماشي مشكل، لكن الاصل في الذبيحه ان تذبح تحت الجوزه مش فوق الجوزه. فهذه الذبائح التي تساق للبقرة وتذبح بهذا السكين هذا والله هذه الآلة هذه اللي يضرب على القبلة تذبح الدجاج الكل، تذبح مع باليش الخرفان الكل. ما دريناش المواصفات نتاع هذا. حتى بعدين الطعام او اللحم الذي يعلق في اوروبا ويجينا في واحد العلب هكذا، يجي في واحد العلب ويكتب لك فيه حالات. لو يكتبوا لنا حالات في الخميره وبعضها من الخميره مخدومه من الجيلاتين المستخلص اما من عظام الخنزير او من جلد. احنا ما كناش حاضرين. والناس هذول اللي عايشين في اوروبا العلماء نتاع اوروبا انا ما نقولش كلها باش ما توليوش ما تزعفوش كيما زعفوا جماعه العام السنه اللي عدات الجمعه اللي عدات كي قلت لهم مرة ما تسواش بصره. وانا المراه هذه اللي ما تسواش بصره انا نقصد نوعيه بعينه تاع النسوان، ما نقصدش النسوان وكل. فان هذه الامه فيها النساء العفيفات الكريمات اللي مراه خير من 10 ولا خير من 15 راجل ولا خير من امه. الكثير انا اقصد المراه اللي ما هيش حاكمه دينها، المتبرجه اللي تظل برا اللي تقعد في دارها 5 دقائق وتقعد برا 5 سوايع. يجي راجلها ما يلقاهاش في الدار، ما تشاورش راجلها وما تديش الاذن كي تبغى تخرج، ما تديش الاذن من عند راجلها. علاه؟ خاطرك شغلوهم وقالوا لهم النساء كالرجال، يعني المراه ولا تقول لراجلها واش زاد فيك ربي كيما انا كيما انت. واحد الاستاذ في سنه من السنوات تزوج واحد الاستاذه، جاب واحد الاستاذه ما عرفهاش مليح وما يشوفها في المؤسسه اللي يخدم فيها، حاكمه سابعه قال لك هذه هي المراه اللي تولي، راح خطبها وجابها. من بعد تمردت عليها المراه
ولات تقول له انت استاذ وانا استاذ، انا عميل، لا استاذ وانا استاذ، وتهينه. وبعد 8 أشهر من الزواج طلقها، قال لها انت يا روحي للمواليد وانا نقعد عند المواليد باش نقول لهم. ودار لها دارها وحدها ورحت انا وشفتها في الدار هذه، وشفت المكونات تاع الدار هذه، وهضرت مع المخلوقه هذه وحاولت باش نعقلها، وتعقلت قدامي وقلت لها روح يا اخي ان شاء الله تكوني مع راجلك مليحه، اذا كانت شتي روح ما كاينش قادره باش تحكمي روحك على راجلك، روحي تروحي من هنا. وسقسيت الراجل مع الاول، قلت له المراه اش ما عندها بنت؟ قال لي ما عندها والو، قلت لها سرحها راك تروح لبسات مش مليح، هي مش مليحه، وتزيد تجيب لك طفل ولا زوج وتعمرهم ضدك، وتولي في المستقبل خلاص ماكش في حالك خلاص. فطلقها. والاحصائيه نتاع الطلاق، نتاع حالات الطلاق في الجزائر تعرفوها 65,000 حاله طلاق في العام، ولاو كلنا رجاله ما كانش نسوان عندنا خلاص. المراه كي تتزوج وتطلق تولي راجل خلاص، ما تبقاش المراه كيما كانت. الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والدروس المستفادة من هذه الهجرة بقية. نروح للرسائل، عندنا مجموعة من الرسائل نشوفوها على عجب. هذه الرسالة الأولى تقول مولاتها: خطبني شخص من عائلتي، إلا أن عائلتي وعائلته عارضا بحكم أن العائلتين لا يتفقان. هي اللي الصحراء الغربية والمروح والجزائر داخله في وسطها، مادام موالين المراه وموالين الراجل ما همش متفاهمين وهما راح يديو بعضهم ذراع، فالطفله هذه لازم تحط في بالها مادام مواليها ما همش راضيين بهذا الزواج، وموالين الطفل ما همش راضيين، وان كان احنا نقولوا للوالدين اتقوا الله في ابنائكم، اتقوا الله في ابنائكم، لكن ما فهمتش انا الطفله هذيك اللي كانت مع الطفل هذا البرة يجبوا لبعضهم، هضروا مع بعضهم، تفاهموا باش يديو بعضهم، وما همش دايرين حساب لواحد الحوايج هكذا نتاع العائلتين ما همش متفاهمين. لو كان تدي هذا الراجل هذا يعني مواليها من بعد راح يوليو يطيشوها خلاص، يعني مواليها راح يقطعوها
تولي ما تروحش لمواليها وما يحيلوش فيها، وطفلي ما يروحوش ليها، تمرض ما يروحوش ليها. فما دريتش انا يعني هو من المستحسن الشاب والله الشابه تقعد مع مواليها ويحكيوا مع بعضهم ويتحاوروا ويحاولوا يقنعوا بعضهم. اذا اقتنعوا اللهم بارك، اذا ما اقتنعوش مشكل كبير، مشكل كبير. لو كان السيد هذا ما نقدر نقول له والو بويها الطفله هذه، راح نقول له اتق الله في بنتك. اذا كان هذا الطفل هذا اللي حوس باش يتزوج معاها انسان ضعيف، انسان تقي، انسان يخاف ربي سبحانه عز وجل، فلا مانع من تزويجها من هذا الشاب. زوجها من هذا الشاب، ولا تستناكش ما يجيك صعوبك من الصع عليك. لازم يجيه واحد مرفه وما يسقسيش على المال نتاعو، هذا مرفه بصح ما يسقسيش على المال نتاعو. فقد يكون صاحب المال قد جمع ماله من الحرام وتعطي له بنتك، وغدوه يوم القيامه يجيبك ربي سبحانه عز وجل ويقول لك علاه مديت، علاه غررت بنتك ومديتها لهذا الشخص هذا وكلها الحرام. فديروا حساباتكم مليح، لانه عندي في الرساله اللي بعدها مناتها تقول انا فتاه في العقد الثاني. العقد الثاني عندي 20 سنه، مازال ما راحش الحال عليه، مازال ما راحش الحال عليه. تزيد تريح شويه، تستنى شويه، المخ نتاعها على الاقل يتلم باش تقدر تخمم مليح. في العقد الثاني من العمر مشكلتي مع اهلي اللي يجيهم ما يعجب لهمش، اللي يحوس باش يخطب الطفله هذه ويتزوج معاها ما يعجب لهمش، يردوه. واش يقولوا هذا الناس هذو؟ يقول لك لو كان ما يجيهاش واحد خدام عند الدوله ووظيفه مستقره او قادر يتزوج بها ويحوزوها، هذو بدك يحوزوها من الوظيفه. صح ولا لا؟ والله كان يحوزوها. قال لك لو كان ما يجيهاش واحد خدام من لا يملك وظيفه عند الدوله، يعني مش عند مقاول والله عنده، قال لك عند الدوله. قال لك اللي ما عندوش وظيفه عند الدوله ما يعيش سعيد. الله اكبر، كان السعيده في الوظيفه عند الدوله. سبحان الله. اتمنى مثلا نقول لهذا بوي الطفله هذه، نقول له هذا السيد هذا قادر يجيك سوبري ديال غدوه يخطب بنتك، وكي يدخلها بعد يحبسوه يوقفوه يقولوا له روح تروح. كيفاش نديروا السوبري ديالها؟ رجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وما قالش اذا جاءكم سوبريفي والله المير والله الوالي والله وحده. لانه سعيد بن المسيب كبير التابعين رحمه الله تعالى ابعث له الوليد بن عبد الملك، قال له مد لي بنتك لولدي، قال له والله لا تشوفه، قال له اخشى ان يجاء به يوم القيامه مسلسلا، ويقول لي عليها مديت بنتك لولد الملك، والملك هذا معروف يظلم الناس ويأخذ حقوقهم. ثم نبدا حساباته مليحه. هذا خطبوا الامبراطور، لانه في عهد الدوله الامويه الدوله الاسلاميه كانت الامبراطوريه ضاربه حتى الاندلس، ضاربه حتى الاندلس، ومع ذلك ما زوجهالوش. قال لك شوف كاين واحد العوايد اذا طولنا شويه عليكم وعفسنا لكم بصح لا باس نديروا زوج كلمات ان شاء الله ما نطولوش عليكم في الغرفه. الرسائل يجب ان تقرا. قال لك بحكم ان العائلتين لا يتفقان، قال لك ما يربحوش علينا. انا عميل الربح عند هذا الناس هذا مش عند ربي. شوف هذا العوايد هذا وهذا الكلام هذا الفارغ الذي يردده المسلم اللي ما ولاش يثق في ربي سبحانه عز وجل. يعني من فروض الارزاق نتاعي عند ربي مش عند الفاميله هذه. الرزق نتاع الاطفال هذا ولا نتاع الطفله هذه، الرزق نتاعها عند ربي مش عند. ساعات تلقى واحد عريان كي يتزوج ويجيب بنت من الفاميله يغنى يفتح عليها ربي سبحانه عز وجل ويولي ثري ويولي غني. حتى وجدت حديثا في مره من المرات قال لك التعاسه في ثلاث والسعاده في ثلاث، ومن هذه الثلاث قال لك المراه كي تعود مربوحه كي تدخل الدار نتاع راجلها يتحط عليه من خير، وساعات تلقى امراه منحوسه راجلها ثري وغني كي تدخل الدار معمره بالمال تدخل الدار يخرج المال.
هذه الأقاويل وهذا الكلام الذي يؤمن به الكثيرون ويردده الكثيرون هذا كلام فارغ. هذا تشاؤم، هذا تشاؤم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، نهى عن الطيرة، حتى قال التشاؤم شرك. الإنسان يتشائم يعني يستخرج من فمنا من فمنا، قال ما يرجعوش علينا لو كان ندهم طبعا خلاو ويصرى كما يصرى، ما يصرى كما والو يعطيه هذا برك. يا الطلاق يا الوفاة، كيف أجنبيات؟ قال لو كان يزوج عليه يموت الراجل والله يطلق صراحة جاب العوج ولينا حنايا نخربشوا في الغيب. سبحان الله. هذه في الحقيقة هذه رسالة كبيرة. هذه رسالة كبيرة غامضة شوية لأنه مولاها الكتيبة تاعو شوية ما فهمتهاش. فهمت واحد زوج كلمات والله ثلاثة. هذا الراجل هذا كان خاطب واحد الطفلة عطاوها له ومن بعد ولاو شافوا مال الطفلة شافوا شوفها واحدة أخرى ظهرت قال واحد ثاني بدلوه. هذا الناس هادو عليهم من الله ما يستحقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على أخيه. إذا كان خوك خطب ومازال ما رجعولوش بالخبر تستنى حتى كيرجعوا له بالخبر. إذا كان قالوا له لا هذيك الساعة باش تقدر تكذب انت. إذا كان قبلوه وهذا الشخص هذا قبلوه وتفاهموا معاه وعطاوها له ومن بعد لعبوا له دابا الريري ومن بعد لعبوا عليه قال لك دخل فيها واحد دخل الظهر راجل اخت المراه شاف واحد عنده زميل من الزملاء دار هذا الزميل هذا نتاعو يشتيه بزاف قال له يعيد نسيبتي في الدار روح نحيها لفلان ونعطيها لفلان. هذا احتيال، هذا احتيال. هذا الانسان يتصرف كما هكذا انا نقول له والله لا يبارك لك ربي سبحانه عز وجل في المراه هذه راح تديك. وهذه صح اما ان ينتهي زواجها بطلاق ولا يعيش حياه تعيسه مليئه بالمشاكل او ربي يرونها له خاطرك هو يرونها لصاحبه، ما دام يرونها لصاحبه يرونها لربه. وصلى الله على نبينا محمد